طب يلا شوف انت رايحه فين. ايه ده؟ ايه شوال الخرا اللي ماشي على الارض ده؟ انا بحبها. شوال الدهون ماشي على الارض. بستحمى ما استحماش اعفن. اطلعه بالمنظر ده كده على الشارع بره. يا عم يا منظر ايه اللي في الشارع بره؟ ما طلع علينا كلنا بقى. ايه ده؟ ايه يا عم بقى ايه اللي بقوله ده كمان؟ ايه يا جدعان اللي بيظهر ده؟ ايه يا جفن كفوني؟ ايه يا ضفر رجلي؟ ايه يا شعر شعوري؟ اهدي يا طنط يا طنط، مش كده، اهدي ياما، في ايه؟ وانت كمان ايه ايه المقالات الجديده اللي بتطلع دي؟ يعني مش ماشي على المود انا في الفتره دي والله. هلا والله الشباب، رجعنا لكم تاني فيديو جديد، ورجعنا لكم تاني بميمزات الحاجات اللي بتحبوها. والنهارده بقى جايب لكم تجميعه من الميمزات بتاعت تيك توك، بس ميمزات تيك توك بس عشان نحل بقى القطايف واللطايف وقعدة رمضان. انا عارف ان انا اتاخرت عليكم، من غير مقدمه كتير يلا نخش على الفيديو. نخش في الموضوع على طول. وكيف صنعوا الكهرباء هذا؟ الكهرب صراحه ما اعرف كيف صنعوه الصدق، بس اعرف كيف اشغل الكهرب واطفيه بزر واحد. اذا قل لي وماذا عن السيارة هذه؟ السياره اعرف اسوق بس ما اعرف كيف صنعوها الصدق. ما نعرفش والله. انا في مانوال في اوتوماتيك اعرف اسوق الاثنين، لكن بالنسبه ان اتصنعت ازاي لا ما اعرفش والله. يعني الحاجات دي ما ظهرتش عندي. في يعني عندنا في حاجه اسمها مهندسين، مهندس سيارات، مهندس كده يعني، مهندس كهرباء. ما عندناش يعني كل واحد يعرف كل حاجه. فايام الجاهليه دي يا ريت ما نرجعهاش يعني، عشان بجد هنتعب يعني. امي بتدور لي عشان تتضايق عشان رايح عيد ميلاد صاحبي. نفس حركة سندة المراتب بالدماغ دي هي نفس الحركة بتاعت التجاج في المخ دي، نفس الحركة. يعني سبحان الله، هو بيت واحد متوزع علينا كلنا. بس يعني في بس نقطة كده، تعليق صغير بس، مفيش كرتونة التلاجة اللي تحت المرتبة، هي دي بس اللي ناقصاكم. خلاص. هو في ايه لما اشتري شنطه ب 10 جنيه ولا 20 جنيه والله؟ ليه بقى شنط كتير؟ شنط كتير والله سهله. الشنط كتير يعني ايه الشنط دي؟ الشنطه دي يعني ليه تصرف 10 جنيه و20 جنيه في شنطة هدايا يا حبيبي؟ انت عندك محل هدايا اهو، مالك يا بابا؟ في ايه؟ مش فاهم انا، ممثلين والله يا حاج. ايه يا اما ده؟ ايه ده؟ إيه ليه نصور حاجة زي دي ونطلعها على النت يعني؟ ليه يعني؟ ايه يا حبيبي ده يا بابا؟ داري نفسك يا ابني، في ايه يا حبيبي؟ ما شفتش الاكس؟ اكس ايه يا ابني؟ ايه المنظر ده؟ الاكس بتاعك المنظر ده اخويا مالك؟ بستحمى ما استحماش اعفن. اطلعه بالمنظر ده كده على الشارع بره. يا عم يا منظر ايه اللي في الشارع بره؟ ما طلع علينا كلنا بقى. ايه ده؟ ايه يا عم بقى ايه اللي بقوله ده كمان؟ ايه يا جدعان اللي بيظهر ده؟ عادي جدا هطلعه كده بالمنظر ده. طب هات لي الاكس بس والنبي. ما تقوم تجيب له الاكس يا البوكسرات الجديده اللي انت جايبها تحفه. ما بنقولش اقسم بالله بتحاول بتاخد وبتدي كده. ايه؟ بتاخد وبتدي كده. فظيعه. انت كمان شفتهم؟ شاف ايه يا ابني؟ هو انت بتفهم إيه؟ يا عم بقى ما بيقول لك تاخد وبتدي يعني، جرب 2 منهم من الدستة ولا حاجه. كمان لما اجي بقى لما ارجع من الفرح ابقى اخد واحد تاني. فين الاكس؟ طب عادي انا ممكن انزل انا واسيب لك البيت عادي، وفي اوضتي جوه هتلاقي في اوضتين هنا. سريرك جوه اه مكان وليد، ممكن نخلي وليد النهارده يبات في حته. يلا يا ويلو وربنا معاك بقى، ربنا يسهلها. اخو مراتك جابت عندكم يعني يا ويلو؟ في ايه؟ مفيش حاجه يعني، عادي يعني، ماشي الدنيا. في ايه؟ خد منك دستة البوكسرات عادي، مفيش حاجه. يقول لك مسكنا حرامي قلنا نعذبه لحد ما الحكومه تيجي. اثبت يا ده بيغلفوه ما شاء الله عليهم. ايه يا ابني ده مسلم نفسه خالص. في ايه يا حبيبي؟ ده مستني الحكومه تيجي بجد والله. الشعب كله بيطالب بفيديو انبوكسنج الظابط بقى، الاسم باذن الله هينزل الجزء الثاني. جمال مش مطربه وبنت سيد مطربه وخميس شعبان عبد الرحيم مش مطرب. مفيش حد في ولاد شعبان عبد الرحيم مطرب سوى عدويه. عشان جاب سيره امال الفيديو عامل يا لهوي هيتو تاني، مش جايه مرات كروان. مش هيخلص والله العظيم، ما هنخلص من الحكايات دي. في كام مليون فمثبته. طب هو مثبته ليه؟ جاب سيرتك ازاي ولا؟ قال لك امال دي ما بتاع. يا جماعه بيعملوا لقاء صحفي في المقله. ايه ده اللي هم بيعملوه ده؟ يعني سابوا الدنيا كلها ورايحين يعملوا لقاء صحفي في المقله؟ ابوها رخر ما بيعرفش يجن. اقول لك ليه؟ والله العظيم ما بكذب ورحمه ابويا وحياه ولادي. يا عم مصدقينك والله من غير ما تحلف يا عم والله. كم قابلني في مكان من اللي الناس بتسهر فيه اللي هو بيقعد فيه ده. اسمه ايه؟ ما تحاولش تجمل الكلمه. اسمه ايه يا حبيبي؟ كلاب. فاهدى كده وعلى حالك وانت بتشتغل، فاهدى يعني. قول عادي كده كده الناس كلها عارفه الحكاياتكم يعني. انا بغني على المسرح كده ومكسر الدنيا. يا عم نص سكته بس مكسر الدنيا. ايه ده يا عم؟ في ايه يا حبيبي؟ في ايه؟ انا ما سمعتش عنه ده. مين ده؟
بالظبط. وقام باعت لي واحد لقيته بيقول لي في ودني قول الدكتور بدري عياد. اول ما بصيت عليه كده لقيته قمت قال بس خلاص، وقمت ساب المايك وما كملتش. بقيت بقيت النمره وما خدتش الفلوس وخدت بعض يا ال 2000 جنيه اللي كانت جايه له من النمره ضاعت عليه بسبب ان هو ما قالش الدكتور فوزي حواس. مين ده؟ ده مين بجد والله؟ قاعد على الترابيزه اللي قدام المسرح. هو بقى ازاي انا ما قلتش الدكتور بدري عياد بقى، ومفكر ان الدكتور ايه، دكتور في ولا يعني حتى لو ده مش دكتور بيطري كمان. ابعك محمد ابعك. ربنا يكون في عون الراجل اللي بيوزع والله اللب والشوكولاتات يعني. ربنا يكون في عونك والله يا حاج اللي انت بتسمعه ده، بتسمعه لايف كمان يعني. بسم الله ما شاء الله عليك. ايه يا نور عين قلبي عين قلبي، ايه حته من كل حته، ايه نن عيوني. ايه ده؟ ايه يا كله؟ ايه يا عم هد امك شويه. ايه يا طنط في ايه؟ قد ايه يا عم امك يا عم في ايه ده؟ تعالى كلها بتكرش على امك. اهدى يا عم في ايه؟ مش كده يا حبيبي. منبك راسي. ايه يا جفن كفوني، ايه يا ضفر رجلي. ايه يا شعر شعوري. اهدي يا طنط مش كده. اهدي ياما في ايه؟ وانت كمان ايه المقالات الجديده اللي بتطلع دي يعني؟ مش ماشي على المود انا في الفتره دي والله. بقول لك انت ما تنفكسيش، انت بقى تجيبي الكلام وتيجي هنا انا مريض. هو لو عرضت صوتك هعرض صوتك. وربنا انا لسه شايفك بتعرضي صوتك ده بقى. اشوف لك اشهد لك. انا هعرض صوتك. روح هات الكريم. يلا اتفضلي. اسراف. ربنا يديك لامك يا حبيبي والله. ربنا يديك يا طنط يعني، ويهدي كده على حالك كده، عشان نص التعليقات بتكراش عليكي سبحان الله، وانت عادي ولا هنا خالص. اهم حاجه يجيب ريتش وترند. العروسه كانت عايزه تتجوز عشان ودانه. سمحتوا انا عايزه اعرفكم كلكم حاجه. انا اول واحده كنت رافضه اتجوز ايه بقى يعني؟ ايه بقى شغل الاي اي ده؟ انا امي داخله على فيديو زي ده تقول لي اتفرج بص عامل ازاي بودانه. ايه بقى ده؟ عايزة شعر كيرلي. Are you fucking sure? Are you sure you want curly hair? متأكدة عايزة curly hair؟ ايه ده؟ ايه ياما ده؟ في ايه اللي انت طالعه براسك ده؟ ايه ده؟ ايه الصباع ده كمان؟ ايه ده؟ ده يعني مش هكمل. لا حلو كده. خدي امي مش لا خلاص. احسن جلو اب اتعمل في مسيره تيك توك كله. شوف سبحان الله يعني، اخو ابنيه وده بنفسه عامل الفيديو ده. ايه ده يا ايه كل الفخاد دي في ايه؟ مش كده. عاش يا ولدي قبح. انا عاش ولا ما عاش؟ ما انت طول ما انت رايحه جايه كده ومش عارفه انت رايحه فين، الكبير والصغير هيعدس فيكي وتجيبي لي المشاكل. بس تتكش قوي كده بس. معنى كلمه بلاء الدكرور. مين قبح ده كمان؟ وتستقوى القلب عليا. طب يلا شوف انت رايحه فين. ايه ده؟ ايه شوال الخرا اللي ماشي على الارض ده؟ طب اشوفك بالليل؟ ربنا يسهل. ماشي. شوال الدهون ماشي على الارض. هات فلوس خد فلوس. اهي وليد قبح بنفسها ظهر قبل ما تاخد فلوس تيك توك. ماشي. اوعى يا بطل. اللي يروح ايه يا وليد قبح كل كات. يا ساتر يا رب، دي من قوم عاد. ايه الجسم ده؟ ساتر يا رب، دي بتضع فيال ما بتضعش بني ادمين دي. لا يعني لا مش بني ادم اللي هيعمل من كل ده. ايه ده بتندع رجاله من عندهم. ايه يا ذكر ده؟ يا ساتر يا رب، في ايه دول يعني؟ ايه الرجاله دي كلها؟ طب ما فيش حد يلمك ولا انت بتصرفي عليهم من التيك توك؟ ينفع كده ام هاشم مش عاوزه تعمل فيديو؟ ازاي اقنعت تلاتينايه بفيديو زي ده؟ انا خلاص شلت حوار الاندر ايدج ده من دماغي. انا دلوقتي بقيت افكر في الثلاثينات. واحد كاتب له اديني في العتاقه عشان مش لاقي. يا دي يا جدعان. ايوه يا ابو هاشم، ايوه فين هاشم اللي يلمك من الواد ده؟ والله بيلم ريتش ومش هيديك حاجه. ما هو بعد ما شكت في اخويا وهو راجع من القهوه. عايزين لا والله العظيم لا. ايه؟ لا والله ما بحبش. ما بحب السجاير. بحبها قوي، بحب الحشيش.
كل مره تزنقك نفس الزنقه دي وما بتحرمش. عرفت كنت جاي مهايبر ساعة اسماء كنت شايف يا ستي والله ما شايف حاجه. جاي مهايبر ليه؟ والله ما اعرف. كنت جاي مهايبر ليه؟ والله ما اعرف. وكنت واكل حلويات ليه؟ مش عشان تعلي؟ اوعى يا طنط، انت ايش عرفك بالحلويات انها بتعلي؟ ايه يا طنط، ده انت خبره في المجال. عيد ميلاد تبقى جت تورته. تورته تخليك تيجي مهيص ومهيص. والله ما اعرف. وتبص للولاد وتضحك من تحت لتحت كده زي اللي واخدين. ورجلي اللي عكسها متبقى معفنه قوي. ما كنتش تعكسها. الواد مهايبر وبيمشي يومه وخلاص مع اسماء، يعني مفيهاش حاجه. مهايبر يا اما شفت مهايبر والله. امال ايه؟ يا اما خلاص تعبت ما تتعبيش. امك معليه بقى، هي اللي معليه بجد، ما بتتعبش، بتهدف فيك لحد الصبح. لا والله عايزين حقهم ان هم يقولوا امسحي الميك اب والله، يعني عشان اشوفك على وش الطبيعي والله. يعني ايه ده؟ يعني الحاجه تاكد لي ان هي نفس اللي فاتت. التاتو اللي على الكات، بالله عليكم يا رجاله، يعني بالله عليكم قبل بس ما تحاولوا تعملوا اي حاجه ولا تكتبوا ولا تبصموا ولا اي حاجه، شوفوا وشها على الطبيعه، امسح لها وشها بص بتنر، مش هقول لك بقى باسيتون والحاجات اللي هم طالعين بيها، لا بقى بتنر عشان تشوف الوش الطبيعي. لما احاول اوقف الكلام بس هو بيقول كل حاجه لوحده. في ناس قالت لي كده انك ماشي اليومين دول مع بنت اسمها سحر. كذاب ورمه وزباله اللي قالك كده، اسمها عبير. راجلي ايوه، ده اللي يمشي كده. ايه يا جيت، من امتى احنا الحريم بتهزنا احنا ولا ده؟ ايه العبط ده؟ ناقص عبط. عبير احلى من سحر. قالوا لي كمان انهم شافوك قاعد معاها فوق عمود نور. كذاب ورمه وزباله برضك اللي قالك كده، انا على طول باخدها فوق المواطن. ايوه كده يا عم، انت ايه ناقصه؟ في الاخر واحده تمشيك. يا بنت الكلب، ده انا هديكي 30 جزمه على وشك دلوقتي. في يا حاج، على سنة الله ورسوله يا حاج، في ايه يا عم؟ كويس انك مش هتروح معاهم البيت والله. واحنا بناخد عزة كرامة صاحبنا بعد ما كنا بنلعب امبوستر والكلمة كانت ممثلة بورن، وسألنا امك اشتغلتها قبل كده وقال يا دين الله، انا لكم في عونك انا صاحبي والله، ما اعرفش انت ازاي نمت يوميها، يعني مش فاهم. لما انا موسى اتكلم واحدة صاحبتها، ايه الاخبار عامل ايه؟ ما سالتيش امبارح، سالت عليك امبارح، قلت لي ما ترديش امبارح. المشكله بقى قلد ناموسه، بس المشكله بقى الاكبر من المشكله ان هو بيقلد ناموسه، ان المشكله ان انا بتكلم نفس الناموسه دي كده عادي في نص الكلام كده بيطلع باكل الكلام، معرفش ليه مش عارف، بس يعني انت كده لاحظتوها. يعني اختي جابتنا صورها باهم يوم بحياتها تصويري. اهو ده اللي اخرتي بص في حاجه بجد، هو انت عماله تبص على البت وشنطها كتير وبتاع ايه يعني؟ ايه ده؟ معرفش ده عيب بلاط ولا عيب نفسنا، مش عارف يعني. المعامله اللي اتعلمها من الولد اللي بيتمنى لي الرضا الارض، بس عمري ما عرفت احبه. نفسي ادول السما. يحصل اكونك السما من اعلى حته في مصر، نطلع برج. ليه بقى يعني؟ ليه لازم تلعبي بالواد يعني؟ خلاص مش بحبك وبتاع خلاص، يعني هو هيفهم. انت اخر كلمه، انت يعني عارفه الكلمه اللي في الاخر دي، انت الكلمه دي ست من غير فخاد زي الشقه من غير سجاد. الله يا فنانه، الله عليك والله، يعني اكتر واحده اتكلمت في والله العظيم، حقيقي اسمعوا الكلام الانسه، بنات هتهيج وبص هنقضيها زينه، يعني ما شاء الله عليك يا فنانه. براحتكم، انا كده متفق مع البيست فريند ان لو كسرنا ال30 من غير ما حد يتجوز هنتجوز بعض. ده مأمن مستقبله، ده فاجر. ابسطوا يا رجاله، والله عندنا راجل مبسوط اهو مأمن حياته، يا ما شاء الله عليه. وبس كده وبس كده يا جماعه، عارف ان انا اتاخرت عليكم، بس يلا سلام.